بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. معنا اليوم إن شاء الله تعالى رؤيا جديدة من رؤى آخر الزمان. يقول أخونا الرائي، طبعا الرؤيا كتبها أحد الأخوة في تعليقات القناة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي الفاضل؟ أخي أنا حلمت قبل أن أنام ذكرت الله تعالى واستغفرته وقرأت آية الكرسي، وقبل صلاة الفجر حلمت أن شخصا يأمرني ويقول لي: ادعو الله تعالى يوم الجمعة وبلغ كلامي إلى كل الناس بأن يقولوا اللهم عليك بأمريكا وأذنابها. هذا هو الدعاء، اللهم أني قد بلغت. انتهت هذه الرؤيا أو انتهى ما كتبه أخونا الرائي. تفسير هذه الرؤيا وبالله التوفيق إن صدقت، ونحسبها رؤيا حق. طبعا رآها وقيل له أن يقرأ هذا الدعاء يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. نستنتج من هذا أنه فعلا أيها الأخوة والأخوات ليلة الجمعة هي ليلة مباركة، وكذلك يوم الجمعة. ولكن الأهم، وهذا ما أريد أن أذكر جميع الأخوة والأخوات، أن الدعاء ليلة الجمعة، وطبعا هو معروف، وأخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء، أو هي ساعة مستجابة. ولكني الآن أخبركم بأن في ليلة الجمعة لمن كان يرقي نفسه أو يتبع برنامج للرقية، وطبعا كل الناس في قلوبهم أشياء ومحتاجين جميعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أخص بالذكر لمن مسه الضر ولمن مسه الشيطان بنصب وعذاب. فالرقية في كل وقت هي شيء طيب وشيء لا بد منه، ولكن ليلة الجمعة هي أفضل الليالي. وأخص بالذكر من باب الرقية، بمعنى الرقية والدعاء والاجتهاد، خاصة ليلة الجمعة فيها نفع كبير. أما الجزء الأهم في هذه الرؤيا وهو الدعاء الذي قيل لأخونا الرائي أن يبلغه للناس، وهو اللهم عليك بأمريكا وأذنابها. أسأل الله أن يرينا عجائب قدرته في أمريكا وأذنابها. طبعا هذا الدعاء أيها الأخوة والأخوات هو له تفسير ظاهر وله تفسير باطن، بمعنى أو نستنتج من التفسيرين ومن هذه الرؤيا أن هذا الدعاء عظيم، ونستنتج كذلك أن كل ما يحدث اليوم في هذه الأرض كله يعتبر سم أمريكا وأذنابها. أمريكا هي معروف، ونستنتج كذلك الشيء الأهم الذي يجب أن تعرفوه أن أمريكا هي رمز للدجال. أخبرتكم في مقطع سابق عن إيران وعن خروج الدجال. نعم، أمريكا هي الدجال، وأمريكا هي مقر أو غرفة عمليات الدجال وأذنابه. وهذا لا ينافي أو لا يتعارض مع قولنا وما أخبرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خروج الدجال من إيران، هذا لا شك فيه. ولكن من هم أذناب؟ طبعا أمريكا كذلك هي ترمز إلى الدجال، ترمز إلى الشيطان، ترمز كذلك حتى في التوراة. وقال كثير من المفسرين أن هناك لفظ الامرأة الزانية، وهذا اللفظ الموجود في التوراة ويشير إلى أمريكا. نعم، كذلك أمريكا هي رمز للدجال، بمعنى هي رمز للشيطان، هي رمز للامرأة التي كما هو موضح في عنوان هذا المقطع، التي تريد كما جاء في بعض الرواة أن تعيد المهدي إلى السجن. من هي المرأة التي تريد أن تعيد المهدي إلى السجن؟ هي الشيطان، هي الدجال. الدجال هو الزوج الثاني لإبليس. خلق الله من كل شيء زوجين،
والدنيا هي عبارة أو يرمز لها بالعجوز، كما جاء في السنة النبوية الدنيا هي أو العجوز ترمز للدنيا، يؤتى بها في هيئة عجوز شمطاء يوم القيامة. والدجال أيها الأخوة خذوا هذه المعلومة يرمز له كذلك بالمرأة، بالفتنة. أمريكا ليست بالسهولة التي يظن البعض من الأخوة والأخوات. أمريكا فعلا هي الدجال، وهي آخر المدن التي سيفتحها الإمام المهدي عليه السلام في هذه الأرض، وبدون قتال، بدون قتال ستأخذهم بأمر الله الرجفة. أذناب أمريكا، من هم أذناب أمريكا؟ هي كل الدول المتحالفة مع أمريكا أو كل الحكومات التي تعبد أمريكا. هو فعلا هم يعبدون أمريكا، وهذا مذكور في القرآن الكريم. هناك إشارة إلى هذا أو إلى الجملة التي نطقت بها. كذلك هذه الرؤيا تشير وتخبرنا أن كل الخلافات التي ستحدث أو صراع الإخوة، الصراعات التي ستحدث قريبا بين المسلمين فيما بينهم، هي كلها من تأثير سموم أمريكا، سموم الدجال. نحن الآن أصبحنا نعيش حقيقة في فتنة الدجال، فتنة الدهيماء، ونحن في آخر فتنة الدهيماء، هي تعتبر فتنة المسيح الدجال. قال الله تعالى: سأقرأ عليكم بعض الآيات التي تشير إلى هذه الرؤيا وإلى أمريكا وأذنابها إلى أمريكا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا كذلك من خلال هذه الآية ومن خلال هذه الرؤيا، طبعا الرؤيا أخذتنا إلى هذه الآية، نعلم أن فرج الله قريب. نعم هناك شدة وهناك أموات وقتلى وشهداء، ولكن العاقبة للمتقين، والدنيا ستزول. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وقال الله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال الله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم. اللهم عليك بأمريكا وأذنابها. أذنابها هم المنافقين، وخاصة المنافقين العرب هم سبب ما وصلت إليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، وهم سبب الفساد في هذه الأرض. فلا قوة لأمريكا وغيرها، لا قوة للشيطان أو قوة الشيطان أي قوة أمريكا تستمد من الطاقات السلبية ومن الخراب والإفساد والفساد الذي ينتج من المنافقين، وخاصة المسلمين العرب. نسأل من الله السلامة، ونسأل من الله اللطف الجميع واللطف بالمستضعفين في كل مكان في هذه الأرض. الأحداث تتقارب وتتسارع، وهناك شدة نعم، وسوف تزداد الأمور شدة وعسر، ولكن هذا كله بأمر الله
وهذا قدر الله، وهذا هو بداية التمكين وبداية الفرج وبداية إن شاء الله استخلاف الله للصالحين في هذه الأرض. نحن جميعا في هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، لا بد من كل هذه الأحداث، ونسأل من الله التثبيت، ونسأل من الله النجاح والفوز في الدنيا والآخرة. هذه هي الرؤيا وهذا هو تفسيرها، والله أعلى وأعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.